طلاب البكالوريا 2027، هذا الفيديو رح يكون أهم فيديو بتشوفه هي السنة، وهو الحجر الأساس لل600 برياضيات. رح نحل فيه كل تمارين النهايات حرفيا. بوعدك ما رح يكون في ولا دقيقة وحدة ضايعة من وقتك. لهيك اترك كل شي من ايدك وركز من أول ثانية لآخر ثانية بالفيديو. أنا المدرس وليد طحان، خريج قسم رياضيات. إن شاء الله بهي القناة رح نلتزم بحل كل تمارين الكتاب. لهيك إذا كان حلمك ال600 وبدك تضمن المادة وترتاح منها، تابعني على اليوتيوب وتابعني على التليجرام وعلى الواتس، كل الروابط موجودة تحت. بس قبل ما نبلش لازم نغير شغلة بسيطة. أول شغلة لازم نغيرها فيك يلي هي العقلية. حرفيا إيه العقلية؟ لازم تقتنع إنه الاستمرارية هي النجاح. الاستمرارية هي اللي بتوصلك لل600 برياضيات. ايه، انا حليت اليوم اصعب تمرين في العالم، بس تاني يوم بركت، ثالث يوم ما اشتغلت، رابع يوم انا تعبان، خامس يوم انا مرضان. لا، هيك ما رح تنجح بحياتك. ايش ما كانت ظروفك، شلون ما كانت حياتك، لازم تشتغل على حالك، لازم تستمر. من دون الاستمرارية مستحيل تنجح. عم بقول لك اياها من هلا، عم بقول لك اياها من اول السنة، هي القفلة. تمام. الاستمرارية رقم واحد. غير لي اياها بعقليتك. كل يوم رياضيات، كل يوم لازم تدرس رياضيات. نعم، كل يوم. ما في مثلا كل يوم مثلا نص ساعة رياضيات. لا لا، بدها دراسة رياضيات 600 علامة. 600 علامة يا زلمة، يعني علامتها كبيرة، حرفيا بتغير مستقبلك. لهيك بدها وقت، بدها متابعة، بدها جهد. ما في شي بيجي كبسة زر أبدا. بعرف شقد الظروف صعبة عليكم، وبعرف شقد عليكم ضغط، بس العيب انك ترضى بواقعك. نعم، العيب مو انك تبدأ من الصفر. بلش، بلش من تحت الصفر كمان، ما في اي مشكلة. المشكلة انك ترضى بواقعك. لهيك بدنا نقول يا رب نبلش. ان شاء الله كل خميس رح ننشر فيديو باذن الله. مثل ما قلت لكم تابعوني على كل القنوات. يلي بده يوفر على حاله تعب السنة كاملة، أنا جهزت دورة إلكترونية كاملة لمادة الرياضيات، شارح فيها كل الأفكار، حرفيا كل الأفكار. بمشي معك خطوة بخطوة، مع البرامج الدراسية، مع النماذج. بإمكانك تسجل بهي الدورة الإلكترونية. تواصل معي على الواتس على الرقم الموجود تحت. يلا نبلش. يا رب بسم الله. أعطاني اف اكس تساوي ناقص اكس مكعب زائد اكس مربع ناقص اكس زائد واحد. عم بيقول لي اوجد النهاية عند الناقص لنهاية وزائد لنهاية. بروح بقول له ليميت عندما اكس تسعى للناقص لنهاية اف الاكس تساوي مين الحد المسيطر؟ ناقص اكس مكعب. انتبه انه اخذتها مع الامثال. تمام، هذا الحد المسيطر ناقص، بفتح قوس بدال الاكس ايش بدي احط؟ ناقص لا نهاية للتكعيب. حلو. ناقص لا نهاية للتكعيب هي ناقص لا نهاية بناقص وتساوي زائد لا نهاية. حلو. عند الناقص لا نهاية يلا خد لي ليميت اف الاكس عندما اكس تسعى للزائد لا نهاية تساوي، عوض لي كمان بالحد المسيطر، ناقص بفتح قوس زائد لا نهاية للتكعيب. تمام. انتبه انه عم بكتب الامثال. زائد لا نهاية للتكعيب هي زائد لا نهاية بناقص وتساوي ناقص لا نهاية. خلص الاول. يلا اللي بعده. اف اكس تساوي ناقص 3 اكس هو 4 زائد 1. بده الليمت عند الناقص لا نهاية وزائد لا نهاية. يلا ليميت اف الاكس عندما اكس تسعى للناقص لا نهاية تساوي، وين لا اعوض؟ اكيد رح اعوض بالمسيطر وبكتب امثاله. انتبه، يعني بكتب ناقص 3 بفتح قوس ناقص لا نهاية هو 4. نظامي نظامي، بس حوضت بالحد المسيطر واخذت الامثال. انتبه، في كتير طلاب بتخربط. يلا ناقص لا نهاية هو 4 هي زائد لا نهاية ضرب ناقص، ناقص لا نهاية هو 4 زائد لا نهاية ضرب ناقص هي ناقص لا نهاية. ممتاز. يلا ليميت اف الاكس عندما اكس تسعى للزائد لا نهاية تساوي، عوض لي بس بالحد المسيطر، يعني ناقص 3 بزائد لا نهاية هو 4. زائد لا نهاية هو 4 هي زائد لا نهاية ضرب ناقص تساوي ناقص لا نهاية. خلص الثاني. يلا التمرين الثالث.
اف اكس تساوي ناقص 2 اكس هو 4 زائد 100 اكس مكعب. مين الحد المسيطر؟ انتبه، الحد المسيطر ما دائما على اليسار. ها، الحد المسيطر هو أكبر أس. تمام؟ الحد المسيطر هو أكبر أس. هون الحد المسيطر هو أكبر أس. هون الحد المسيطر هو أكبر أس، أسه 3. هون أسه 4. يلا بقول له ليميت اف اكس عندما اكس تسعى للناقص لا نهاية وتساوي ناقص 2. طلع بدي أكتبها مع الأمثال، بفتح قوس، بعوض عن الناقص لا نهاية. ناقص لا نهاية هو 4. ناقص لا نهاية هو 4 هي زائد لا نهاية بناقص ناقص لا نهاية. يلا ليميت اف اكس عندما اكس تسعى للزائد لا نهاية وتساوي، يلا ناقص 2 بزائد لا نهاية هو 4. زائد لا نهاية هو 4 هي زائد لا نهاية بناقص وتساوي ناقص لا نهاية. يلي بعده. طيب المثال الرابع أعطاني اف اكس تساوي اكس ناقص 3 على اكس ناقص 1. شوف ايش بده، دي اف ونهايتها. تمام، الدي اف يعني مجموعة التعريف. هذا تابع ايش؟ هذا تابع كسري، يعني ار ما عدا القيم التي تعدم المقام. ايش اللي بيعدم المقام؟ باخذ المقام بعدمه. فاكس تساوي 1 معناها ار ما عدا الواحد. الار ما عدا الواحد شلون بكتبه؟ بكتبه بشكل مفصل، يعني من الناقص لا نهاية للواحد، اجتماع من الواحد للزائد لا نهاية. حلو، هي مجموعة تعريفة. يلا بدي اخذ الليميت، بروح بقول له ليميت عندما اكس تسعى للناقص لا نهاية اف الاكس تساوي شد نهاية اف الاكس عند الناقص لا نهاية. ركز، هذا تابع كسري. مين مسيطر البسط؟ اكس. على مين مسيطر المقام؟ اكس. حلو، القاعدة بتقول لك باخذ مسيطر البسط على مسيطر المقام ثم نختصر لمرة واحدة. انتبه شو عم بقول لك، نختصر لمرة واحدة. طيرت الاكس مع الاكس، الصف عندي 1. حلو، يلا ليميت اف الاكس عندما اكس تسعى للزائد لا نهاية ايش تساوي؟ نفس الطريقة. مين مسيطر البسط؟ اكس. مين مسيطر المقام؟ اكس. نختصر لمرة واحدة حصرا وتساوي 1. حلو، طلعت عند الناقص لا نهاية وطلعت عند الزائد لا نهاية. عندي عند الواحد. ركز ها، ليميت اف الاكس عندما اكس تسعى للواحد. طيب حلو هذا الكلام. عند الواحد انا عندي هي الواحد وعندي هي الواحد. طيب هي الواحد اسمها واحد يسار. ليش يسار؟ لانه جنبها ناقص لا نهاية. طيب وهي الواحد هي واحد يمين. ليش؟ لانه جنبها زائد لا نهاية. طيب هي فيني اسميها غير اسم، واحد قيم صغرى وهي واحد قيم كبرى. حلو، انا بدي ابلش بواحد قيم صغرى يا اخي، مالك شي عندي. يلا عند الواحد قيم صغرى بروح بشيل كل اكس بحطها 1. بشيل كل اكس ايش بحطها؟ 1. ركز معي، 1 ناقص 3 ناقص 2 على 1 ناقص 1 0. عدد على صفر شرحناها بالافكار بالدورة. عدد على صفر لا نهاية. حلو، بدي اعرف اشارة الصفر وبدي اعرف اشارة اللا نهاية. واحد قيم صغرى نحن هيك قلنا، يعني هاي يعني هي. طيب حلو، بين الناقص لا نهاية والواحد هات قيمة. بين الناقص لا نهاية والواحد هات قيمة. لنفرض الصفر مثلا، بصير الناقص 1، بصير الناقص 2، ايش ما بدك. يعني المهم هات قيمة بين الناقص لا نهاية والواحد. انا بدي اخذ الصفر، عوض لي اياها بس بالمقام. صفر ناقص 1 ناقص 1، ايش الاشارة؟ سالبة. لهيك بحط هون سالب، معناها هي الصفر سالبة. طيب أنا فوق عندي ناقص 2، الناقص تقسيم الناقص صارت زائد. طيب بدي آخذ الليميت اف الاكس عندما اكس تسعى للواحد الثانية، هي قيم كبرى تساوي. يلا الليميت عند العدد بدي أشيل كل اكس أحط العدد. 1 ناقص 3 ناقص 2 على
1 ناقص 1 هي 0. حلو، عدد على 0 هي لا نهاية، هي لا نهاية. حلو. بدي أعرف إشارة الصفر شلون؟ يلا، أنا مو 1 قيم كبرى، 1 قيم كبرى كهنة 1 قيم كبرى من الواحد للزائد لا نهاية. هات قيمة من الواحد للزائد لا نهاية. بحر يا زلمة، عندك الاثنين، عندك الثلاثة، عندك الأربعة. بدي نفرض الاثنين، أنا بدي آخذ الاثنين يا أخي، عوض لي إياها بس بالمقام. 2 ناقص 1 1. شو إشارته؟ موجب. هي موجب. الناقص تقسيم 0 موجب هي ناقص لا نهاية. حلو. التمرين الخامس كمان نفس الحكي، بده الدي اف ونهايتها. يلا، شو مجموع التعريف هذا؟ تابع كسري، يعني ار ما عدا القيمة اللي تتعدى بالمقام، بمسك المقام بعد مو، فاكس تساوي 2، فار ما عدا الاثنين، يعني من الناقص لا نهاية للاثنين اجتماع من 2 للزائد لا نهاية. جميل جدا، جميل جدا. ليميت اف الاكس عندما اكس تسعى للناقص لا نهاية تساوي الاكس تسعى للناقص لا نهاية. قلت لك باخذ مسيطر البسط على مسيطر المقام. يلا، مين مسيطر البسط؟ اكس مربع. مين مسيطر المقام؟ هي اكس. كان مسيطر البسط اكس مربع، مسيطر المقام هي اكس. ايش قلت لك القاعدة؟ انا هون عندي قاعدة ثابتة دائما دائما، ها، مسيطر البسط على مسيطر المقام نختصر لمرة واحدة. يلا، اختصر لي الاكس مربع مع الاكس. الصف عندك اكس، اختصرت اكس مربع مع ما بتعرف تختصر؟ هلا ما بتعرف تختصر؟ اكس مربع مع الاكس اختصرت وصف عندي اكس. عوض لي الناقص لنهاية يا زلمة، عوضها خلص، بس ناقص لنهاية خلصت. عوضت بالاكس. برجع بعيدة، شكلك ما فهمتها. مين مسيطر البسط؟ اكس مربع كهنة. مين مسيطر المقام؟ اكس كهنة. اختصر لي لمرة واحدة، ما حفظتها والله، يعني الحيط حفظها. اختصر الاكس مربع مع الاكس، صف عندك اكس عوض فيها، مو صف عندك اكس عوض فيها. عوض الناقص لنهاية ناقص لنهاية. طيب عند الزائد لنهاية زائد لنهاية، خلص ما في داعي نكتبه لأنه نفس الطريقة. طيب يلا، أنا خالص ناقص لنهاية وزائد لنهاية. شوف إيش عندي؟ عندي 2 من اليسار وعندي 2 من اليمين. حلو. يلا، ليميت، يا رب تكونوا عم بتشوفوا لأنه ما راح أعيد الشرح، إن شاء الله عم بتشوفوا. يلا، ليميت اف الاكس عندما اكس 9. أنا بدي أبلش بهي. هي شو؟ هي 2 قيم صغرى وهي قيم كبرى. أنا بدي أبلش بالصغرى. 2 قيم صغرى تساوي، عند العدد إيش حكينا؟ بروح لعند كل إكس بشيل الإكس بحط العدد. يلا، 2 قيم صغرى، 2 مربع 4، 4 زائد 2 6 على 2 ناقص 2 0. ممتاز. عدد على 0 لا نهاية. حلو حلو. 2 قيم صغرى عم بقول لك، 2 قيم صغرى. ها هي، هات قيمة بين الناقص لنهاية والاثنين. هات قيمة بين الناقص لنهاية والاثنين. مثلا الواحد يا أخي بصير، الواحد بصير 1 ناقص 2. عوض لي إياها بس بالمقام. 1 ناقص 2 هي ناقص 1، يعني سالب. معناها 6 على 0 سالب هي ناقص لا نهاية. طيب، ليميت اف اكس عندما اكس تسعى ل2 قيم كبرى وتساوي، يلا شيل لي كل اكس حط لي اياها 2. 2 مربع 4 زائد 2 6 على 2 ناقص 2 0. حلو، هو بيساوي لا نهاية. بدي أعرف إشارة الصفر بين الاثنين قيم كبرى للزائد لا نهاية. هات قيمة بين الاثنين قيم كبرى والزائد لا نهاية. هات قيمة مثلا ل3، روح عوض لي إياها بالمقام. 3 ناقص 2 1. شو الإشارة؟ موجب، فهون موجب وهون موجب. ممتاز. لحد الآن ما بعتقد إذا في سؤال. إذا عندكم أي سؤال، بعتولي على الواتس عادي، أقل من عادي، وراح أرد، صدقني برد. طيب، نفس الطلبات
حاول تسبقني، انت حاول تسبقني بالحل، تمام؟ يعني وقف الفيديو، اقعد حله وتأكد من حلك يا اخي. يعني سهلين ان شاء الله طبعا. طيب بدي الدي اف. حلو. ايش اللي بيعدم المقام؟ واضحة. طيب ها خلينا نعدمه. x ناقص 2 للتربيع وتساوي صفر. جذر الطرفين يعني x ناقص 2 تساوي صفر، فx تساوي 2، فr ما عدا الاثنين، هذا قوس. تمام. يلا بكتب بشكل مفصل، يعني من الناقص لنهاية للاثنين، اجتماع من 2 للزائد لنهاية. يلا خذ لي الليميت. الليميت عندما x تسعى للناقص لنهاية. تمام. يلا الليميت عندما x تسعى للناقص لنهاية ايش تساوي؟ يلا قلت لك عند اللانهاية بدك تاخذ لي مسيطر البسط على مسيطر المقام. مين مسيطر البسط؟ يا كهنة، لا كهنة مالك شايفه اكس، هي عم تقول لك اكس. طيب حلو. مين مسيطر المقام برأيك؟ مين مسيطر المقام؟ هون اكس ناقص 2 كلها للتربيع. طب هلا هي انا اذا فكيت المطابقة مو هي مربع الاول ناقص ضعفي الاول بالثاني زائد مربع الثاني؟ يعني مين بده يصير مسيطر المقام؟ هي الاكس مربع. رح يصير مسيطر المقام هو الاكس مربع. يلا اختصر لي لمرة واحدة. طيب نغير اللون. تكرم هاي الوان كمان، ايش بتكون احسن من هيك؟ يلا اكس على اكس مربع، يا ريتني ماني مغيره. يلا نختصر لي مرة واحدة، ما حفظتها يعني خلص. مسيطر البسط على مسيطر المقام، نختصر لي مرة واحدة، نعوض النهاية، بس خلصت. اختصر لي اياها، اكس على اكس مربع. انا اختصرت البسط، صف عندي 1 على اكس. ممتاز، 1 على اكس. عوض لي اللانهاي، عدد على نهاية صفر، خلصت. نفس الحكي عند الزائد لنهاية، نفس الحكي يطلع معك نفس الجواب. مسيطر البسط على مسيطر المقام، نختصر لمرة واحدة، عدد على نهاية صفر. حلو. يلا عندي 2 قيم صغرى و2 قيم كبرى. يلا ليميت اف اكس عندما اكس تسعى ل 2 قيم صغرى وتساوي، شيل كل اكس، حط لي الاثنين. 2 زائد 2 4 على 2 ناقص 2 صفر. ممتاز. وتساوي عدد على صفر لا نهاية. نحن بنعرف هذا الحكي. ركز معي، ركز معي كثير مو شوي. أنا إيش أخذت؟ 2 قيم صغرى، 2 سالب، يعني هي 2 قيم كبرى، هي 2 قيم صغرى، هي الكبرى وهي الصغرى. هات قيمة بين الناقص لنهاية والاثنين قيم صغرى، هات قيمة بيناتهم. مثلا إيش بدك؟ إيش ما كانت؟ يا أخي الواحد، يا أخي الناقص 2، الناقص 10، إيش ما بدك؟ ما بيأثر. أنا بدي أخذ الواحد، عوض إياها بس بالمقام. 1 ناقص 2 ناقص 1 للتربيع زائد 1 معناها موجبة. يعني الصفر موجب، معناتها هي 4 على صفر موجب، هي زائد لا نهاية. حلو. يلا بدي اخذ الليميت عند 2 قيم كبرى. الليميت اف اكس عندما اكس تسعى ل 2 قيم كبرى وتساوي 4 على صفر، نفس التعويض. 2 قيم كبرى بين الاثنين والزائد لان هات قيمة 3، عوض ليها بس بالمقام. 3 ناقص 2 1 للتربيع، 1 موجبة، موجب وتساوي موجب لا نهاية. لاحظ على شغلة، ركز لي على شغلة، انه انا عم بعلمك طريقة تعرف تحل اي تمرين فيها. انا عم بعطيك طرق تعرف تحل فيها اي تمرين. مو والله اذا مثلا درجة البسط اعلى من درجة المقام فالجواب لا نهاية. انا هدول الطرق البصمية بصراحة ما بحبهم. فهم؟ فهم؟ خلص. مسيطر البسط على مسيطر المقام، نختصر لمرة واحدة، عوض. هيك الطريقة، هيك طريقة كتابك يا أخي. خليك يعني حل أي تمرين بطريقة واحدة هيك. يعني هلا إذا غير لك مثلا درجة البسط أو درجة المقام بنخرب بيتك، لا. نحن بدنا إياك تكون يعني فهمان التمرين مو بيصمم. ننتقل على التمرين اللي بعدها. آخر 3 أمثلة، ركزوا معي وحاولوا تحلوهم لحالكم. يعني حاول هلا وقف الفيديو، حل لي هاد لحالك.
كتير سهل. 2 اكس زائد 7 على 3 ناقص اكس. يلا عند الثلاثة يمين 3 يسار. فاروق قال له يلا ليميت اف الاكس عندما اكس 9 ببلش ب3 يمين. 3 يمين بشيك الاكس بعوضها 3. 2 بفتح قوس 3 زائد 7 على 3 ناقص اكس. يلا 2 ب3 6. 6 زائد 7 13 على هاي ما 3 ناقص اكس، عفوا 3 ناقص 3. 3 ناقص 3 صفر. عدد على صفر لا نهاية. حلو. 3 يمين، انتبه شو عم بقول لك. 3 يمين يعني من طرف الزائد لنهاية، هات قيمة. من 3 للزائد لنهاية هات قيمة. لنفرض مثلا 4. بصير لما بصير 5 6 10 ايش ما بدك. انا بدي اعوض الأربعة، عوض لي وين؟ بس بالمقام. 3 ناقص 4 ناقص 1. ايوه يعني سالبة، معناها هون سالب لا نهاية. في طلاب للأسف الشديد يحفظوها انه خلص 3 قيم كبرى او 3 موجبة من فوق دائما زائد لا نهاية. لهيك انا اخذت هذا المثال. هون 3 قيم كبرى وطلعت معي ناقص لا نهاية، لانه فهمان الطريقة. لانه انا فهمان الطريقة. فهمت الفكرة؟ هي الشغلة ما يبصم. 3 قيم كبرى، هات قيمة من 3 للزائد لا نهاية. حي الله قيمة يا اخي. 7 8 ايش ما كان. 3 ناقص 5 ناقص 2 طلعت معي سالبة. فالصفر سالب، عدد على صفر سالب ناقص لا نهاية بس. يلا الثانية ليميت اف اكس عندما اكس 9 ل 3 قيم صغرى. 3 فوق سالب. عوض لي اياها بده يطلع معك 13 على صفر. يلا بدي اعرف اشارة الصفر. هات قيمة من الناقص لنهاية للثلاثة. هات قيمة مثلا الاثنين. صير الاثنين عم بلغ من الناقص لنهاية للثلاثة. ايش قبل الثلاثة؟ 2 1 0 ايش ما كان. 2 3 ناقص 2 3 ناقص 2 1. ايش اشارته؟ موجب. يعني هون موجب وتساوي موجب لا نهاية زائد لا نهاية. معناها أنا هون دمرت نظرية إنه موجب فدائما موجب لا نهاية أو ناقص دائما ناقص لا نهاية. هذا الحكي غلط. أنت عندك طريقة بدك تمشي عليها. أنت طالب فهمان، امشي على الطريقة يا فهمان. تمام. يلا التمرين اللي بعده. اف اكس تساوي 3 زائد 5 اكس على اكس ناقص 1 للتربيع. بده عند الواحد قيم صغرى وواحد قيم كبرى. يلا ليميت اف اكس عندما اكس 9 واحد قيم صغرى تساوي. عوض لي شيل لي كل اكس حط لي اياها 1. 3 زائد 5 ضرب 1. انتبه على شغله، انه انا لما شلت الاكس حطيت 1 حطيت قوسين. نفس الحكي هون. ايش يعني هذا القوسين؟ يعني ضرب. يعني 5 ضرب 1. 5 ضرب 1 على 1 ناقص 1 للتربيع. 5 ضرب 1 5. 3 زائد 5 يلا عدد على صفر تساوي لا نهاية. بدي أعرف إشارة اللا نهاية شلون. أنا إيش آخذ؟ واحد قيم صغرى. يعني من الناقص لنهاية للواحد. هات قيمة مثلا الصفر. بصير عوض لي إياها بس في المقام. صفر ناقص واحد للتربيع موجبة. لهيك هون موجب وموجب لا نهاية. يلا الثانية ليميت اف الاكس عندما اكس 9 للواحد قيم كبرى. يلا كمان 8 على صفر. هات قيمة من الواحد للزائد لنهاية. حي الله قيمة 5. 5 ناقص 1 4 للتربيع 16. معناها موجبة وتساوي موجب وتساوي موجب لا نهاية. آخر مثال وبكون خلصنا. يلا عم بيقول لي عند الواحد الكبرى وواحد صغرى. بدي أقول لك شغلة، أنا هاد ما رح حله. هذا وظيفة. طب أعطيكم كمان وظائف. طيب شوف، عندك هدول 3 تمارين وظائف. تمام. التمرين 9 اف اكس تساوي اكس مكعب زائد 2 على اكس ناقص 1 للتربيع. عم بيقول لك خذ لي نهايته عند الواحد قيم كبرى وواحد قيم صغرى.
التمرين العاشر 1200 اكس مربع ناقص 300 اكس ناقص 1 على 2 اكس مربع زائد 1 عند الزائد لنهاية. سهل. التمرين الأخير 3 اكس ناقص 5 زائد 2 على اكس زائد 2 عند الناقص 2 قيم كبرى وعند الناقص 2 قيم صغرى. حلوهم وبعتولي اياهم على الواتس حصرا على الواتس. تمام. لهون نكون خلصنا أول فيديو للنهايات. الدرس الثاني راح يكون عن إزالة عدم التعيين. درس كتير مهم، كتير مهم، يعني ما بتتخيلوا الأهمية. وأكيد يعني احتمال 70% بيجي، 70% بده يبلش يجي بقى بالامتحان. تمام. صدقني إذا وصلت لهون فأنت مالك طالب عادي أبدا. يعني لا تفكر إنه أنت بعد ما تفرجت كل هذا تفكر حالك إنك طالب عادي، لا. حصرا إذا التزمت معي، حصرا إذا استمريت معي، أنت مانك طالب عادي، لك مستقبل كتير حلو. هذا دليل على أنك ناوي توصل لهدفك. هذا دليل على أنه أصلا عندك هدف. في طلاب ما عندهم هدف، في طلاب ما لهم شيء بالحياة أصلا، ما لهم هدف، ما لهم سبب. خلص ليش عم تدرس؟ هيك ما بصير هيك. لازم يكون عندك هدف، لازم يكون عندك حلم، لازم يكون عندك طموح. انت بني ادم، انت بني ادمه، عندكم احلام لازم توصلوا لها حتما. بالاخير الله يعطيكم العافيه تابعتوا الفيديو. ان شاء الله كل خميس في عنا فيديو. تابعوني على الواتس وعلى التليجرام وعلى اليوتيوب وعلى الانستا. رح انزل حساباتي كلياتهم تحت ان شاء الله. الله يعطيكم الف عافيه. اذا كان بدك الدوره الالكترونيه لشرح كامل الافكار تواصل معي على الواتس. سلام.